طبعا قبل ما نبدا اي حاجه، حاسه أنا يعني شكلي قدامكم وحش قوي دلوقتي عشان كنت قايله ان انا هنزل كتير ومش عارفه ايه واختفيت شهر. بس في اسباب. انا دايما لما بختفي فتره مش بنزل اي حاجه بيبقى وراها اسباب مهمه جدا، والصراحه المره دي بجد هي اسباب كبيره الصراحه. ولينا قعده دردشه. هو النهارده كريفنج بيس، الحلقه دي هتبقى اكتر. هقول لكم الدنيا كانت في حياتي عامله ازاي، وهوريكم اوريدي لقطات عشان أنا في كذا يوم جه كنت هصور فلوج او كريفنج بيس حلقه منها، يعني من الصبح اللي بالليل زي دايما. محتاجين بس عشان نرحب باي حد جديد في الشانل برضو، فنورتوا الدنيا اهلا. لو مش عارفين، فكريفنج بيس فكرتها ان هو بيبقى بوثق اليوم من اوله لاخره. فكرتها ان احنا بنحاول نخلي اليوم احلى ونحط عادات صغيره في اليوم او نجرب حاجات جديده، حتى لو مش بايدينا ان احنا نعمل ده نحاول نشوف اي حاجه حتى لو بسيطه جدا تخلي اليوم احلى وتخلي حياتنا احلى في الاخر. ونكون اللي هو بنحاول نفكر بعض بريمايندرز، نبقى دايما في اليوم في فقره دردشه كده بنقعد نرغي مع بعض، بقول لكم حاجات انا حاساها وبرد عليكم في الكومنتس برضه كده. بتبقى اللي هو احنا مع بعض في الجورني كلها بنحاول ان احنا نفايند بيس، او ان احنا نبقى عايشين حياه كلها سلام داخلي. بقول حكم. طبعا انا الحاجه اللي بجد هتجيب لي سلام داخلي ان انا اغير المايك ده. بس لسه يعني انا لسه الصراحه هو انا حاطه في دماغي ان انا هغيره، بس انا حتى لسه ما اكتشفتش انا عايزه اغيره بايه. بس هو ده، بصوا مشكلتي معاه ان هو قصير، فانا يعني لما ابقى عايزه اقربه هنتقلب. مهم يعني، او يعني اديتكم فكره بسيطه عشان لو ما حدش عارف ايه كريفنج بيس ده. فالنهارده بقى ايبيسود النهارده هي هتكون الاول طبعا هنجيب حاجه نشربها عشان دايما لازم بنثبت ونجيب سناكس او حاجه نشربها بقى في الاجواء عشان نحس بالاجواء الرغي دي وكده. وهكلمكم عن كذا حاجه كانت بتحصل في حياتي، بس انا ما بعرفش احكي قوي، بس اللي هو يعني هتبقى دردشه وهنطلع منها بكذا حاجه بجد عايزه يعني انصح نفسي وانصحكم معايا. واوريدي هوريكم حاجات انا كنت في ايام فاتت كنت ناويه اصور كريفنج بيس حلقات، واليوم كنت ببقى فاكره ان هو هيبقى حلو، فباجي اصور من بدايته بيبقى ما بكملش تصوير، اليوم بيحصل فيه حاجه ما اعرفش. فمثلا عيد ميلاد ماما كان من يومين، كنت هعمل اوريدي حلقه في كريفنج بيس، وكان بجد هيبقى يوم حلو قوي، والحمد لله اليوم كان حلو، بس ما جاتش فرصه ان انا اصور. بس انا وثقت الرياكشن بتاعها عشان عملت لها مفاجاه كده سوربرايز وبتاع. فهوريكم لقطات منها يعني. بس قبل ما نبدا اي حاجه ونبدا الفقره بتاعتنا والفيديو بتاعنا، حبيت بس اقول لكم ان بجد ان انتوا وحشتوني جدا، وبجد والله مش بافور، بس انا الايام اللي فاتت عشان ما كنتش بصور وما كنتش بفتح الكاميرا اتكلم معاكم وارغي والجو ده، كان ناقصني حاجه يعني. اليوم بجد كان الفتره الاخيره اصلا بالنسبه لي كانت مش حلوه خالص. بس ف انا رجعت وهنصور كتير وهنعمل شغل عالي ونروح نجيب حاجه نشربها. مش عارفه انتوا خدتوا بالكم لا، بس انا قصيت القصه، بس اكيد ما خدتوش بالكم عشان اصلا حتى وهي طويله فانا اغلب الوقت بتبقى شكلها كده برضو، ما اعرفش، بس انا دايما بحطها كده. بس انا قصرتها، بصوا هي حلوه بس مش عارفه، انا بس حاسه ان انا الفوليوم دلوقتي مش عاجبني قوي، مش وحش يعني. جبنا الحاجات اللي هنحضرها. طبعا انا عايزه اقول لكم ان في العاده كريفنج بيس الحلقات بتبقى اليوم من الصبح لحد بالليل، عشان يعني بيبقى يوم كامل وكده، بس عشان طبعا انا واقعيه معاكم جدا زي ما قلنا، فانا لسه النوم بتاعي ما اتظبطش من ساعه اول حلقه. وانا بحاول اظبطه وهو مش بيظبط. انا بنام في وقت الناس بتصحى فيه وبصحى في اوقات الناس بتنام فيها، فالموضوع وحش جدا. يا رب ما تكونوش في الحوار ده يعني، بس المهم ان احنا لازم يعني انا لازم اظبط الحوار ده معاكم الصراحه، لازم. فانا دايما ما يعني ببقى اللي هو مكرره، بس انا بكره هصحى الصبح وابدا اليوم بقى واصور كريفنج بيس واوثق كل حاجه ونحاول نخلي اليوم حلو وكل ده. بصحى بجد في وقت مرعب، فانا قلت انا هبدا الفيديو من بالليل عادي ونبدا اليوم دلوقتي. يعني عامه هو النهارده هيبقى في البيت اكتر، يعني مش هنخرج اعتقد او كده، بس انا بحب الفيديوهات لما اكون في البيت الصراحه. بحس ان احنا بنرغي مع بعض وبتبقى اجواء حلوه وبنشوف حاجه نتفرج عليها، بتبقى كده. انا بحسكم معايا، انا زي ما قلت لكم بعمل الكاميرا اكنكم يعني انتوا مع كل شخص موجود دلوقتي معايا. تيمور حب يسلم عليكم. ماشي. كفايه كده. هحاول اعمل زاويه الكاميرا تبقى باينه مقادير عشان تعرفوا مقاديري في الايس كوفي، هو دايما بيبقى طعمه مش حلو، فبراحتكم يعني، لو عايزين تمشوا على المقادير دي امشوا عليها.
اهم لحظه هدوء. مش عارفه ليه حاسه كده ان هو هيبقى مر، احساسي. هو كويس بس ميه شويه، يعني حاسه ان هو ميه بس مر حبه. بس انا اتعودت، يعني اتعودت خلاص ان المقادير مش دايما بتظبط، ودايما ببقى تمام معاها يعني. تمام. عايزه اقول لكم ان احنا هنغير مكاننا عشان شهد اختي ما خلصتش لسه امتحانات. طبعا انا خدت الاجازه، خلاص خلصت الفاينل وكده، بس هي لسه يعني بس قربت. فاولا دعواتكم ان هي تجيب درجات حلوه، يعني شوكي حبيبتي. بس هي هتذاكر هنا على السفره، فاحنا هندخل جوه عادي، يعني احنا كده كده فاميلي مع بعض، نتاقلم في اي مكان، فهنشوف مكان تاني. اوكي، انا ما كنتش متوقعه ان احنا هنوصل للليفل ده في الزاويه والاضاءه بعد ما هنطرد من الصاله. بس احنا عادي، يعني احنا فاميلي مع بعض، مش بيفرق معانا المكان. حتى لو هنصور فين يعني تمام. انا عامه حاولت اختار مكان يبقى القعده مريحه عشان نعرف نرغي ونتكلم، وفي نفس الوقت انا حاليا مش يعني انا مش هطلع الصراحه السوفت بوكس اللي هو الصندوق الكبير بتاع الاضاءه، لان هو في البلكونه وحوار بقى وكده يعني الصراحه. فاحنا كده حلو. اقول لكم ابديتس عن اللي كان بيحصل. لو انتوا عارفيني يعني ومتابعين الفيديوز بتاعتي او كده، فانتوا عارفين ان انا شخص روتيني شويه، او ان انا لما يعني اي حاجه في حياتي او في يومي عامه بتفضل مستمره وحاجه ثابته في حياتي، لما بتتغير انا شخص ما بيتاقلمش قوي على اي تغيرات او تغيرات. قلتها بطريقه غريبه جدا، اي تغيرات بتحصل في حياتي ببقى صعب ان انا اتاقلم معاها. يعني انا مش شخص اللي هو فليكسبل، ان هو لو حاجه اتغيرت في حياته كانت ثابته وكده عادي بيتعود وكده، لا باخد وقت على ما اتعود. وبجد انا دي شخصيتي. انا بالنسبه لي اي حاجه او اي اشخاص، اي حاجه كانت موجوده في الروتين بتاعي او حاجه انا متعوده عليها بتبقى جزء مني خلاص. ما بعرفش ان انا اتاقلم ان هي تتغير، ان هي تروح او whatever بقى. فانا اخر فتره حاجات كتير قوي قوي اتغيرت، وكنت قلت لكم قبل كده في فيديو بعيد ان انا ما بعرفش احكي يعني، بس انتوا بتفهموني. ان انا حاجات كتير في كذا شيفت حصل في حياتي، في تغيرات حصلت في حياتي، فانا ما بعرفش اتاقلم واللي هو ابقى بتعود بسرعه. فكنت باخد وقت، وعشان كده انا اصلا لما يعني انا بدأ كريفينج بيس وانا مش في احسن حالاتي، وقلت لكم بحاول ان انا افكر دايما بطريقه بوزيتيف، بحاول ان انا ابقى دايما بخلي نفسي ايجابيه اكتر او كده. بس احنا كلنا عارفين ان احنا ما حدش بيرفكت، او ما حدش دايما طريقه تفكيره صح، وطريقه تفكيره بقى ان لا كل حاجه بتحصل لسبب، وعاقل جدا. لا مفيش حد كده دايما، بيجي لنا وقت بنبقى كده، ووقت تاني بنبقى تحت الصفر، مش عارفين نفكر باي طريقه حلوه خالص. فانا كنت كده اللي هو يعني ups and downs. فبس يعني حاولت ان انا اخر فتره ان انا اللي هو افكر نفسي ان لا كل حاجه ليها حكمه كده كده، وان اي حاجه بتحصل هي اوريدي مكتوبه، ربنا كتبها من قبل ما احنا نيجي حتى. فاللي هو لا خلاص، انا لما اقعد افكر مش هغير حاجه، بالعكس احاول ان انا يعني اتاقلم مع اي حاجه تغيرت في حياتي، واحاول ان انا ابقى شخص احسن، يعني اللي هو ابقى بصلح من نفسي ومن طريقه تفكيري وطريقه بصتي او نظرتي للدنيا عامه. لان بجد ساعات لما بتعمق في اي حاجه بتحصل في حياتي اللي هو بحس ان الدنيا مش مستاهله كل ده، يعني الحاجات دي مش باقيه كده كده. احنا الدنيا بجد دايما بقول لكم ان مهما حصل اكيد صعب، واكيد حاجات كتيره بتحصل بتضايقنا وبتخلينا نحس ان احنا متضايقين جدا ومخنوقين جدا. شهد اختي بتتصل وهي قاعده بره، ثانيه واحده انا جيت تاني. فبجد ساعات لما بقعد افكر كده في اي مشكله او اي حاجه بتحصل في حياتي او اي تغيرات او اي حاجه بتحصل، بفكر ان بجد كل ده مش مستاهل، وان فعلا هو بجد طالما يعني فكروا فيها كده دايما، طالما مفيش حاجه غيرها، يعني مفيش حاجه في ايدي ان انا اغيرها او اعمل اي حاجه، فانا لما افكر واقعد اتضايق مش هغير حاجه. برضه اكيد مش هغير حاجه اوريدي مكتوبه من غير من قبل ما انا اجي ومن قبل ما انا بقى موجوده اصلا. فخليكوا دايما حاطين ثقه في خطه ربنا، وعارفين ان كل حاجه بتحصل لسبب وحكمه معينه. فانا يعني اخر فتره كنت بحاول افكر بالطريقه دي الصراحه، مش دايما كنت بعرف ان انا افكر كده، عشان نبقى واقعيين مع بعض يعني.
وكده كده زي ما قلت لكم مفيش حد بيرفكت في التفكير، في ان هو جامد دايما بقى ودايما بوزيتيف، مفيش حاجه تكسره، لا عادي، كلنا بشر بنحاول. فانا بقى دلوقتي بفكركم، يعني انا دلوقتي بقول لكم الفتره اللي فاتت كنت عامله ازاي، بلس ان الحاجات اللي خلتني ما كنتش اصور ان انا كمان كنت في امتحانات الفاينل بمتحن. بس انا مش هينفع اقول دي بس كحجة، عشان الصراحة انا واخدة الاجازة من بدري شوية، واخداها في شهر 5، اخر 5 يعني الصراحة. بس بعد ما خدتها برضو ما كنتش لسه عارفة ان انا اصور، لان زي ما قلت لكم كنت انا عامة مش في احسن حالاتي. وانا دايما لما بصور حتى لو هصور وانا مش في مود حلو او كده، ببقى قايله لكم، وببقى اللي هو فكره الفيديو ان انا بحاول ابقى انا احسن وانتوا احسن، واللي هو بنشجع بعض من الاخر. بس انا اوريدي ما كنتش حاسه ان انا، يعني انا كنت واخده بريك من كل حاجه، فانا دلوقتي الحمد لله حاسه ان انا احسن بكتير، واكسايتد بقى ان انا عامه اعمل معاكم ميموريز اكتر. يعني انا هحاول استغل الصيف ده جدا، واي مصيف او اي حاجه، انا مش عارفه الصراحه اسافر فين السنه دي، بس المهم ان اي حاجه اللي هو اعمل ميموريز اكتر. وانا بحب اتفرج على الفيديوز بعدين، يعني بحس ان هي فكره ان انا بكريت ميموريز عامه، هو بحس ان هي دي الحياه عامه، ان انت تقعد تكريت ذكريات حلوه والليتل مومنتس، او اللي هو الحاجات البسيطه، هي مش بسيطه خالص، هي دي بجد احلى حاجه. فان انا اللي هو فكره ان انا هرجع اتفرج عليها تاني. يعني انا كنت لسه بقلب في الشانل كده، فظهر لي فيديو كان ليا وانا في فتره ثانويه عامه وكده، وكنت بقول لكم على الكاميرا قد ايه انا بجد عايزه ادخل اعلام، وان انا وعماله ادعي واقول يا رب وادعوا لي، وعشان انا بجد عايزه ابقى في اعلام، مش شايفه نفسي في اي حته تانية. وانا دلوقتي خلصت سنه اولى اعلام في الجامعه، فاللي هو بالنسبه لي دي حاجه بسيطه، كانت لقطه صغيره في فيديو، بس هي ميموري كبيره بالنسبه لي، اللي هو انا وانا بتفرج اتاثرت الصراحه. ف فبحب جدا صراحه ان انا بعمل ميموريز معاكم، وان انتوا معايا في الجورني دي كلها. يعني انا بحس ان احنا عيله قوي، وبجد كل شخص فعلا مش بأفور ولا بعرف اصلا اقول كلام حلو قوي، بس يعني كل شخص بجد هنا، يعني انا بجد 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 بحبكم جدا، وما كنتش متوقعه ان انا لما اختفي شهر ممكن الناس تلاحظ ده. لما لقيت ان في كذا كومنت اللي هو ارجعي صوري، ارجعي نزلي فيديوهات او كده، الصراحه اتأثرت، حسيت ان اللي هو يعني انتوا ازاي كيوت كده. يوم بقى عيد ميلاد ماما، كان المفروض ان انا اصور فلوج، او ان انا اصور زي ما قلت لكم حلقه في كريفينج بيس، عشان كنت بحضر لها مفاجأة، وكنت كمان عايزة الكيك بتاعت عيد ميلادها تبقى مميزة، او اللي هو مش تورته وخلاص. فعملت جبت اونلاين اللي هو كستمايزد كيك، ان هي تبقى انا اللي مظبطاها، وكاتبه لها على الكيك اسمها، وحاولت ان هي تبقى مميزة الصراحة. بحس ان الحاجات البسيطة دي، فكرة ان اللي هو كيك ما تكونش عادية وخلاص، ان هي تبقى فيها حاجة ليها علاقة بالشخص، دي ممكن تبسطها قوي، وفعلا بسطتها. فللاسف ما عرفتش اصور فلوج، بس صورت لحظه عشان تبقى ميموري حلوه، وانا بفاجئها بالكيك وكده، هوريها لكم دلوقتي. اتفرجوا على اللقطه دي. خدوا اللقطه دي. انا كاتبه سيريس بيرث داي، يعني دلع امي شيري كتبته، معرفش اشمعنى، بس وانا بختار الالوان وكده اخترت اللونين دول، حسيتهم كده كوتي كده، يعني شبهها الصراحه، فبس. انا متحمسه جدا اشوف الرياكشن بتاعها على دي، اكتر من الهديه اللي انا جايباها. يلا جاهزه؟ جاهزه جدا. ولعوا. هي مفاجاه قاعده على السفره، يعني اجي على السفره؟ ايوه دي احلى مفاجاه. لسه ما انا قلت لك خلاص ما تقوليش. والله العظيم بتهزري يا ملك. وده احنا المفروض. ايه ده؟ ملك دي تحفه. ياه عيوني باب عيوني والمسؤول. Happy birthday to you, happy birthday حلوة، سنة حلوة. انا بقى دي نفس الفترة، انا كنت لسه واخدة الاجازة اصلا من كام يوم،
الفترة دي ما كنتش، هي دي الفترة اللي انا ما كنتش فيها احسن حاجة، بس انا اليوم ده بسطني جدا. آه ولما شفتها مبسوطة وبتضحك، وبجد بقى انا كنت نفسي ان هي تتبسط بالمفاجأة جدا. فلما شفتها مبسوطة واتفاجئت بجد، وكمان معرفش هي ليه هي اتأثرت قوي، يعني قلبتها ايموشنال. فاتبسطت قوي، يعني حسيت ان انا من شخص كان زهقان وحاسس ان هو متضايق شوية ومخنوق، من عيل صغير مبسوط وهو شايف امه مبسوطة يعني. بجد الموضوع كان حلو قوي الصراحة. وهي سكر يعني، بجد احلى حاجة في حياتي الصراحة. لو بتتفرجي على الفيديو ده بحبك جدا جدا، احلى مسا. خلصته. هو اخر بق كان احلى بق الصراحة، عشان كان فيه طعم السكر بقى الحلو. عايزين بقى دلوقتي نفتح بنترست او اي حاجة وندور على حاجة نشوفها ونعمل موفي نايت، عشان نعمل بقى اجواء سهرة حلوة، يعني نعمل اجواء حلوة لليوم. يعني نختار فيلم او مسلسل حسب، يعني مش عارفة هلاقي ايه، بس انا بحب الافلام اكتر عشان بتخلص مرة واحدة. بس ونبدأها واديكوا ريفيو مع بعض ونشوفها سوا. يعني لو انتوا ما شفتهاش شوفوها، ولو انتوا شفتوها ف هقولكوا رأيي. مش عارفة يعني، بس احنا دلوقتي حاليا مع بعض، اعتبروه لايف، مش عارفة ازاي بس اعتبروه. المهم ممكن اريكومند كذا حاجة، بس حاجات انا شفتها، يعني عشان لو ما شفتهاش فدول بجد ماي فيفورت صراحة، فتبقوا تجربوا تشوفوهم يعني. بس اعتقد ان اغلب اللي انا هقوله هتبقوا انتوا عارفينه اوريدي، عشان هو بجد مشهور جدا، وكلهم اصلا حاجات قديمة، وبحس ان الافلام زمان كانت احلى، بس مش قديمة اللي هو ابيض واسود يعني. في 10 things I hate about you، ده تحفة بجد، حلو جدا، انا شفته مرتين 3. ده افتكرته عشان ظهر لي الصراحة دلوقتي. في واحد اللي هو about time، بس هو خيالي شوية، لو انتوا بتحبوا الخيال، انا بحب الخيالي جدا، بس ما يكونش اللي هو مفهوش فكرة، يعني طالما خيالي وفي فكرة ببقى مبسوطة يعني. فده لو انتوا بتحبوا الفانتزي، فهو خيالي شوية، بس هو بجد حلو، وانا بحب كمان الابطال جدا، فتحفة. my favorite movie بجد، وده مشهور جدا اكيد انتوا عارفينه، لو مش عارفينه فاللي هو انتوا محظوظين عشان انتوا تشوفوه من اول. في ناس بجد مش بتحبه وبتقول ان هو كده، بس هو بجد انا بالنسبه لي ده my comfort movie، مريح جدا، تحفه. بحس ان ده التايب اوف رومانس او نوع الرومانسيه اللي انا عايزه ابقى اعيشه. يعني بجد بحس ان لازم اي حد في الجينيريشن او الجيل اللي احنا فيه يتفرج على الفيلم ده. وهو طبعا ذا نوت بوك، ده تحفة من احلى الافلام اللي شفتها في حياتي، وشفته كتير، يعني شفته كتير جدا. اوكي، هنتفرج على The Spectacular Now، فهظبط القعدة، هجيب اللابتوب ونتفرج. يا رب يبقى حلو وما بقاش كئيب قوي، يعني مش طالما معايا ان انا اعيط قوي الصراحة، ممكن اتأثر بس مش عايزة اعيط، تشوف. مش احب اقول ان انا ما لقيتش The Spectacular Now على نتفليكس، فلفت نظري مسلسل وهو تركي، انا بحب التركي عامه جدا، معلومه. يعني بحس ان هو بيعملوا حاجات حلوه جدا، يعني بحب الافلام التركي، بحب المسلسلات التركي، بس هما الافلام دايما متبقاش احسن حاجه الصراحه، يعني هو 2 3 اللي حلوين. فهجربه دلوقتي واقول لكم رايي. نشوف اول حلقه ونشوف. هي اول حلقه اسمها situationship وبس، فلتبدأ الموفي نايت. اوكي خلصت اول حلقة. هو حلو جدا، فن جدا، عجبني الصراحة، واديله 8/10. فكرة ان احنا انا مسحت الابيض ده لون النيلز نفسها، اوكي، وهنحط احمر عشان حسيت المود كده. فانا شلت المايك صراحة، فممكن تحسوا فرق من بداية الفلوج لاخره، بس عشان تبقى اجواء الفيديو بقى. انا اصلا في العاده اصلا في كريفنج بيث او اي فلوج ما بقاش حاطه مايك، مش عارفه انا كنت حاطه في اول الفيديو ليه، بس مش فارقه يعني.
مش نجرب، ولو اتقفلت همسحه. بس التركيز مركزة جدا. وانا ليه ايدي بترعش؟ نكمل؟ حاسه نكمل، مش عارفه. سألتك حبيبي لو وين رايحين اذا كنا عطول. على فكره معجن، ايه القرف ده؟ بكره لما صباعي يعمل المنظر ده. هو ممكن ميبقاش باين في الكاميرا، بس هو في الحقيقه يعني في انسان تحت المانيكير. اوكي مش عارفه احدد. هو شكله كيوت نوعا ما. انا بحب الاحمر عامه جدا في الضوافر. بس مش عارفه يعني تحسه كانت طالبه معايا احمر ولا مش عارفه، فجاه اتقفلت. عارفين لما يعني رايكم يتغير بسرعه؟ هو ده اللي بيحصل دلوقتي. بس تخيلوني كده بتكلم. كويس كويس.